لما كنت استعرضت اختبار التصادم الأمامي اللي من الجزء الجانبي من العربية، بعض الناس قالوا لي الاختبار ده صعب جدا ومفيش عربيات هتنجح في أي اختبار من النوع ده. ومع إن في عربيات كتير نجحت في الاختبار ده وده اللي بيفرق ما بين عربية والتانية، ولكن أنا كنت زيكم متخيل إن ده أصعب اختبار ممكن يعدي على أي عربية، ولكن الحقيقة أنا النهاردة جايب لكم أصعب اختبار فعليا، والاختبار ده هو اختبار التصادم الجانبي. معانا النهارده 7 عربيات، العربيات كلها انتاج سنة 22، وبعض الاختبارات دي نتائجها سارية حتى على موديل 23. هنا بيتم تحضير الدمى للاختبار، وبيتم دهان نص وجه الدمية اللي مقابل للوسائد الهوائية عشان يعرفوا مدى فعالية الوسائد دي، وده اللي هنعرفه أثناء الاختبار نفسه. وأول عربية معانا وهي التويوتا كامري. للأسف التويوتا كامري خدت في الاختبار ده بور، ودي أضعف نتيجة ممكن تحصل لأي عربية، على عكس ما ناس كتير ممكن تكون متخيلة إن الكامري هتعمل اختبار واو، ولكن الحقيقة غير كده. وزي ما احنا شايفين في خلال الصدمة إن الجزء بتاع الباب دخل لجوه بشكل كبير، والصدمة أثرت على الركاب سواء في الصف الأمامي أو في الصف الخلفي. ومع ان الوسائد الهوائيه الجانبيه اشتغلت ومنعت اصطدام الراس بالحديد بتاع الباب، ولكن واضح ان الجزء السفلي ما كانش محمي بشكل كافي، عشان كده العربيه خدت تقدير قليل جدا. ودي اول مفاجاه معانا، ان عربيه زي التويوتا كامري فشلت في الاختبار ده، مع العلم ان الاختبار ده بيتم عن طريق عربيه التصادم وعن طريق عربيات تاني زي عربيات الاس يو في، عشان يتاكدوا ان النتيجه في كلا الحالتين هتكون واحده تقريبا. العربية اللي معانا بعد كده هي نيسان التيما، وبرضه واخدة تقدير بور. انا مش ههاجم النيسان تاني ولا هقول ان النيسان اغلب اختباراتها كده، لان في اختبارات نجحت فيها نيسان والنيسان التيما تحديدا، وهي اختبارات الفرامل مثلا، ولكن زي ما قلت لكم الاختبار ده صعب ومش اي عربية بتعدي منه. ما كنتش متوقع الحقيقة ان الالتيما هتاخد بور، ولكن ده اللي حصل. ولما نيجي نبص داخليا هنلاقي ان الصدمة تأثيرها كان اكتر حتى من الكامري، والوسائد الهوائية ما نجحتش خالص في انها تحمي رأس الدمى من الصدمة، وكانت مجرد منظر. ولما نيجي نبص على العربية من فوق بتشوف مدى الصدمة كانت عاملة ازاي، وازاي العربية جزء كبير منها دخل لجوه. وعشان نبقى فاهمين ان التقدير بتاع الصدمة ده بيتم بناء على وصول الصدمة للعربية من جوه، وعلى مدى فعالية الوسائد الهوائية في حماية رأس الركاب. هنروح بعد كده للصنع الكوري، ومعانا من الصنع الكوري هيونداي سوناتا. الحقيقة ان هنا الصنع الكوري تفوق على الصنع الياباني. متخيلين السوناتا ولو انها ما خدتش تقدير عالي ولكن خدت تقدير مقبول او acceptable. ما كانتش حمايتها عالية جدا للركاب، ولكن كانت حمايتها افضل. الحقيقة انا مش قادر احدد بالظبط هم حددوا افضلية الموضوع على ايه، اكتر من ان الوسائد الهوائية هنا انتشارها وحمايتها للركاب افضل. فممكن تكون الهيونداي خدت تقدير افضل بسبب حماية الوسائد الهوائية بشكل افضل، مش اكتر من كده. العربية اللي معانا بعد كده بقى من الصانع الأمريكي، وهي شيفروليه ماليبو، وخدت تقدير بور. الحقيقة أنا قلت زمان كتير شيفروليه بقت بتحط البراند بتاعها على عربيات لا تستحق، وعربيات منها كتير عربيات صيني. والحقيقة الماليبو هنا مع انها ما تعتبرش عربية رخيصة او عربية ضعيفة، ولكن النتيجة بتاعتها كانت سيئة جدا. ولما نيجي نشوف الصدمة داخليا بنشوف ان لا الوسائد الهوائية حمت الراكب، ولا الجانب بتاع العربية كان صلب بشكل كافي ان هو يمنع الصدمة عنه. بتحس ان سيارة الاختبار اللي صدمت العربية من الجنب دخلت بقت على حجر الركاب، وبالتالي العربية فشلت طبعا فشل ذريع. العربية اللي معانا بعد كده تقدروا تقولوا ان هي من المفاجآت بتاعت الفيديو ده. عربية نتيجتها غير متوقعة بالمرة، وهي هوندا أكورد. الحقيقة إن أي حد ممكن يكون متخيل إن الأكورد هتاخد نتيجة عالية، لكن الحقيقة إن هي حتى ما خدتش أكسبتبل، هي خدت مارجنال، يعني تقدر تقول كده نص نص. مش فاهم إزاي عربية زي الأكورد ممكن دي تكون نتيجتها، ولكن زي ما قلت الاختبار فعلا صعب. الحماية الجانبية فعلا صعبة لأن مفيش أي حاجة بتحمي الراكب أكتر من الباب، مع ان الوسائد الهوائية زي ما احنا شايفين اشتغلت كويس وحمت الراكب بشكل كويس، بس يرجع تاني الجزء السفلي هو محور الموضوع، والصدمة بتوصل للركاب من الجزء ده بشكل قوي جدا. ولما نيجي نشوف الصدمة من فوق بيبان معانا الكلام ده كويس، وبنشوف قد ايه الجزء بتاع البيبان ده دخل للركاب جوه.
نروح بقى للصانع الألماني، أكيد ده اللي هيجيب من الآخر مش كده؟ فولكس فاجن جيتا خدت اكسبتبل. لما الجيتا تاخد مقبول تعرف قد ايه الاختبار ده صعب. مش شكرانية في الصنع الألماني، وإن كان أغلب العربيات الألماني أو 99% منها اختباراتها 5 نجوم. بالمناسبة ده اختبار واحد من مجموعة اختبارات. ممكن عربية تاخد اكسبتبل في اختبار لكن النتيجة الكلية بتاعتها بتبقى ناجحة، فاحنا هنا بنتكلم على الاختبار ده بس. الجيتا وإن كانت أفضل حالا ولكن ما خدتش حتى تقدير جيد، خدت تقدير مقبول. الحماية هنا أفضل نوعا ما، والوسائد الهوائية قدرت تحمي الركاب كويس، ولكن تظل النتيجة زي ما احنا شايفينها كده. ناس هتقول لي يعني مفيش ولا عربية ناجحة من العربيات اللي انت هتجيبها النهاردة، مفيش ولا واحدة خدت جود. الحقيقة معانا عربية واحدة هي اللي خدت جود، وهي السوبارو اوتباك. ترجع السوبارو ترفع شعار الصانع الياباني وترفع راسه وتقول ان انا كصانع ياباني اقدر اعمل عربيات في اختبار صعب زي ده تاخد نتيجة ممتازة. ودي كانت العربية الوحيدة في الفيديو اللي خدت النتيجة دي. الحقيقة ان السوبارو قامت بشغل هايل جدا في حماية الركاب، سواء من حيث الوسائد الهوائية اللي بتحمي منطقة الراس منطقة الكتاف كويس جدا، إلى جانب كمان حماية الجزء السفلي عن طريق الباب نفسه، والصدمة نفسها ما قدرتش تخش جوه زي بقية العربيات. حتى لما نيجي نبص من جوه بناخد بالنا من الفرق، قد إيه العربية هنا نجحت في إنها تمتص الصدمة وتمنعها إنها توصل للركاب جوه. لما نيجي نستعرض السوبارو بعد الصدمه زي ما احنا شايفين كده، القايم بتاعها واقف اسد، منع فعلا الصدمه، على عكس الماليبو اللي احنا شايفينها دلوقتي دي القايم بتاعها دخل لجوه واتقص اكنه مقصوص بمقص ضوافر. وده يبين لك الفرق بين العربيتين، والفرق بين عربيه نجحت وعربيه فشلت. كده نقدر نقول ان الاختبار ده هو اصعب اختبار تصادم لحد دلوقتي، مش الاصطدام الامامي. وخلينا اسالكم، هل فعلا العربيات اللي انا قلت عليها مفاجآت فاجئتكم بنتيجتها؟ وايه العربيات اللي تحبوا تشوفوا اختباراتها في الفيديوهات اللي جايه؟ وخليني اسالك سؤال تاني على عربيتك انت الشخصيه، تتوقع نتيجه اختبارها في اختبار زي ده هتبقى عامله ايه؟